السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشوار لاعب على قناة الكرة مع محترم. حبينا نختم مشوار لاعب، ما لقيناش أحلى ولا أجمل ولا أروع إن إحنا نختم بمحمد أبو تريكة. تقدر تقول الماجيكو، تقدر تقول المايسترو، أمير القلوب، عم الناس. أبو تريكة أفضل من أنجبت الكرة المصرية فنيا وأخلاقيا، اللاعب اللي كان دايما سباق بالخير، ابو تريكة اللي دايما بيفتخر بمصريته. ابو تريكة محبوب ومعشوق جماهير النادي الاهلي والكرة المصرية. ابو تريكة الادب والاخلاق، حب الناس والانتماء. ابو تريكة افضل من جه في تاريخ الكرة المصرية بلا جدال. يلا بينا نسمع حكاية الماجيك. ولد محمد ابو تريكة في 7 نوفمبر 1978 بقرية ناهية، محافظة الجيزة، ووسط أسرة متواضعة. نشأ في أسرة بسيطة جعلته يتحلى بالإصرار والكفاح منذ الصغر. بدأ عشق كرة القدم في الشوارع قبل أن يلتحق بقطاع الناشئين في نادي الترسانة. محمد أبو تريكة اللاعب الذي صنع المجد بأقدامه، والأسطورة التي لن تتكرر في تاريخ الكرة المصرية والعربية. من طفل صغير إلى أيقونة كروية، بدأ في قطاع الناشئين بالترسانة وأثبت موهبة سريعا. تألق مع الفريق الأول لنادي الترسانة، ساهم في صعودهم للدوري الممتاز بعدما توج هدافا لدوري الدرجة الثانية. كان اسمه مطروحا في سوق الانتقالات، وكان الأهلي والزمالك يتنافسان على ضمه، لكن في النهاية انضم للنادي الأهلي في يناير 2004 لتبدأ رحلة المجد. لما نقول بداية الأسطورة محمد أبو تريكة 2003-2004 انضم للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، ولم يحتاج إلى وقت طويل ليثبت نفسه أو يثبت أنه من أهم الصفقات في تاريخ النادي. منذ أول مبارياته كان واضحا أن هذا اللاعب مختلف فنيا وأخلاقيا، وكان مفتاحا أساسيا لنجاحات الفريق في الأيام التي لعب فيها. البطولات بتاعت أبو تريكة حدث ولا حرج: الدوري المصري 7 مرات، 2004 2005 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011. توج محمد ابو تريكة بدوري ابطال افريقيا 5 مرات: 2005 و2006 2008 2012 2013. اخذ محمد ابو تريكة كاس السوبر الافريقي 4 مرات: 2006 و2007 و2009 و2013. حصد ابو تريكة كاس مصر مع النادي الاهلي 3 مرات: 2006 و2007 و2010. كأس السوبر المصري تمكن أبو تريكة من حصد 6 ألقاب لكأس السوبر المصري: عام 2005 وعام 2006 عام 2007 عام 2008 عام 2010 عام 2012. لعب محمد أبو تريكة في كأس العالم للأندية، حقق المركز الثالث مع الأهلي في عام 2006 وسجل هدفا في البطولة ضد كلوب أمريكا المكسيكي. من أبرز لحظات محمد أبو تريكة الخالدة في الذكريات 2006 ونهائي أفريقيا، سجل هدفا قاتلا ضد الصفاقس التونسي في رادس الذي منح الأهلي اللقب بطريقة دراماتيكية يتذكرها جميع جماهير النادي الأهلي. 2007 كأس مصر، سجل هدفا حاسما في مرمى الزمالك يؤكد أبو تريكة أنه رجل اللحظات الكبرى. 2012 دوري أبطال أفريقيا، سجل في النهائي ضد الترجي وقاد الأهلي للقب رغم توقف النشاط الكروي في مصر. 2013 دوري الأبطال، حيث قاد أبو تريكة الأهلي للفوز باللقب الأخير له قبل اعتزاله بعد الفوز على أورلاندو بايرتس. لما نقول مسيرة أبو تريكة مع المنتخب حدث ولا حرج: سيد أفريقيا بدون منازع. لم يقتصر نجاح أبو تريكة على الأهلي فقط، بل كان جزءا رئيسيا من العصر الذهبي لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة. أخذ 2 أفريقيا مع المنتخب: 2006 و2008، دورة الألعاب الأولمبية مرة 2007. لحظات التاريخية مع المنتخب كثيرة. لحظة في 2006 سجل ركلة الجزاء الحاسمة ضد كوتيفوار ليمنح مصر اللقب، ثم 2008 سجل هدفا في النهائي ضد الكاميرون وقاد مصر التتويج باللقب الثاني على التوالي أيام مباراة سونجو زيجان. أبو تريكة أحرز هدف عالمي. 2010 تصفيات كأس العالم، سجل هدفا لا ينسى في مرمى الجزائر في مباراة القاهرة
لما نتكلم على لحظة الحزن والاعتزال لدى أبو تريكة الذي اعتزل بعد مجزرة بورسعيد في 2012. قرر أبو تريكة الابتعاد عن الكرة لفترة ثم عاد ليكمل مسيرته مع الأهلي حتى 2013 حينما أعلن اعتزال كرة القدم بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا الخامس في تاريخه لينهي مشواره وهو في القمة. أعلن اعتزاله رسمي في ديسمبر 2013 رغم محاولات الجماهير لإقناعه بالعودة، إلا أنه تمسك بقراره. ظل اسمه في القلوب وأصبح رمزا للأخلاق والاحترافية والنجاح. الجوائز اللي خدها أبو تريكة حدث ولا حرج: أفضل لاعب داخل أفريقيا مرتين 2008 و2012، هداف كأس العالم 2006 سجل هدفين في البطولة، أفضل لاعب في تاريخ مصر من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، اكثر لاعب مصري سجل اهدافا في دوري ابطال افريقيا 33 هدف في دوري ابطال افريقيا، اكثر لاعب من اكثر اللعيبه تتويجا بالبطولات بدوري ابطال افريقيا 5 مرات دوري ابطال افريقيا. بعد اعتزاله عمل كمحلل رياضي في قنوات بين سبورت حيث اصبح من ابرز المحللين في العالم العربي. رغم بعده عن الملاعب الا انه لا يزال حاضرا بقوه في قلوب الجماهير وتنتشر دائما اخباره سواء عن تحليلاته او ظهوره في الاعلانات النادره. دوره الانساني لم يتوقف. ابو تريكة كان ليه دور انساني كبير في حياته، ده سبب نجاحه، فقد ظل نشطا في الاعمال الخيريه وهو ما جعله اكثر اللاعبين شعبيه حتى اليوم. كله بيشكر في اخلاق وادب ابو تريكة. محمد ابو تريكة ما كانش مجرد لاعب، ده يا جماعه كان حاله استثنائيه من افضل من انجبت الكره المصريه في تاريخها. كان المايسترو في نص الملعب والقائد خارج الملعب، صاحب القدم الذهبيه والقلب الطيب، الرجل الذي رسم البسمه على وجوه الجماهير وصنع امجادا تظل محفوره في الذاكره الى الابد. هو اللاعب الذي لم يعوض، الاسطوره التي ستظل حيه، والاسم الذي لن يتكرر في تاريخ الكره المصريه. محمد ابو تريكة لاعب بدرجه انسان، ابو تريكة اسطوره، ابو تريكة لن يتكرر ابدا. ابو تريكة من لاعب صغير يلعب في شوارع ناهيه الى ايقونه سطر تاريخ بحروف من ذهب في الكره المصريه. ابو تريكة اللاعب اللي مازال محفور في تاريخ الكره المصريه وخاصه جماهير النادي الاهلي. ابو تريكة اسطوره لن تتكرر في تاريخ مصر، صنع المجد باقدامه، نتمنى عودته للوطن قريبا ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير، وما تنساش تقول لي ايه البطوله اللي ابو تريكة كان نفسه يلعب فيها وما لعبش. عايز اسمع رايك في الكومنتات. شكرا ليكم، سلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين.